السلام عليكم ورحمة الله، كيف حالكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. كنقول لكم عشر مبروكة، الله يلحقكم برمضان يا ربي وانتم بأحسن الأحوال، وتقبل منا ومنكم يا ربي صالح الأعمال. اليوم قلت نشارك معكم هذا الروتين اللي كله طاقة وحلوية ونشاط. شحال ما ديما نزلت معكم شباكية، هذا العام قلت علاش ما نشاركش مع المتتبعات ديالي شباكية اللي غادي نخدمها بالخلاط، سهلة مع البنات دغيا كتوجد. كتجي هشيشه ولذيذه للعشاق شباكيه. انتم كتعرفوا كما كتبدا تفوح رائحه رمضان، كتبداو بالتحضيرات هيدا الرمضانيه، خصوصا البنات اللي كيخدموا لكم من البنات، لان كيكون واحد الطلب كبير على شباكيه المساند الرسمي من مائده الافطار. هاد الشباكيه البنات شوفوا تبارك الله كيفاش كتجي مجعبه من الداخل، وكتجي هشيشه وشرب عسل، وكتصدق 100% البنات المبتدئات. نبداو بسم الله على بركه الله بالمقادير. انا هنا البنات غادي نشارك معكم 2 كيلو د المقادير، 2 كيلو د الطحين عفوا، نتوما كيمكن لكم تعملوا قل او اكثر. 2 كيلو د الدقيق د الفرص د الحلوى يكون نوعيه ممتازه، كل دقيق رطب. عندي هنا البنات 250 غرام د الزنجلان بعد ما غسلته وحمرته واحد شويه وطحنته حتى رجع بودر وغربلته. كذلك اللوز 250 غرام، اللوز بقشوره مسحته وطحنته وغربلته. عندي هنا كاس المزهر فيه زعفران شعره، وكاس المزهر واحد اخر فيه جوج ضماد زعفران. عندي هنا صفر البيض، عندي هنا الملح معلقه صغيره د الملح مملوءه، وعندي جوزة الطيب البنات اختياريه. ندوزو البنات هاد القرفه اللي ضروري البنات تكون قرفه بلديه باش كتعطي واحد المذاق مزيون. نسمه مزيونه تكون قرفه طريه، غادي نعمل 2 معالق كبارين القرفه. كذلك حبه حلاوه جبتها وغسلتها مزيان البنات ونشفتها في الفران، طحنتها حتى رجعت بودره، حتى هي غادي نعمل منها 2 معالق كبارين. كذلك النافع، هو عملت له نفس الطريقه اللي عملت حبه حلاوه، عملت النافع كذلك 2 معالق كبارين ديال النافع. هنا عندي البنات المسكه 20 درهم المسكه طحنتها مع شويه سكر بودر. غادي نعمل راس معلقه داك الخليط ما بين السكر والمسكه. عندي هنا البنات انا كنوري لكم كنستعمل هذا مزهر العمري، مزهر يكون نوعيه ممتازه باش كيعطي المذاق مزيون شباكيه. غادي نعمل 2 الكيسان زيت المائده، ممكن انكم تعملوها مخلطه ما بين زيت زيتون وزيت المائده. عندي هنا 250 غرام زبده نوازيت من بعد ما ذوبتها مزيان، عطاتني 2 الكؤوس. صافي البنات. عندي الخميره الحلوى نسيت ما ذكرتهاش معكم، في عملت خماره 8 غرام ونص، يعني المجموع 12 غرام. 2 كيسان كبارين د الماء. من بعد البنات غادي نزيد كاس ونص د الماء، غادي نوضعهم في هذا الخلاط. من بعد ما غادي نحيد منه هاد المكونات ونوضعهم من الدقيق، غادي ناخذ هذا الخلاط كيبقى فيه داكشي اللي شاط من هذا الشيء اللي غادي نخدموا فيه، هذا اللوز الجنجلان والدهون. كنضيف عليه كاس الماء وكنخدمو مزيان وكنوضعهم على جنب باش كنجمع بهم العجينه ديالي. هيدا الماء كيجيو من السمين في نفس الوقت، يعني داكشي اللي كيبقى في داك الخلاط ما كيضيعش. هنا كما كتشوفوا معايا البنات انا وضعت هنايا اللوز الزنجلان النافع القرفه حبه حلاوه المسكه الملحه صفر البيض. ومهم وضعت 2 الكيسان د الزبده و2 الكيسان د زيت المائده، وغادي نخدم هاد المكونات هيدا مزيان وغادي نوضعهم على الدقيق ديالي. هيدا باش الا كان باقي شي حاجه ما طحنتش مزيان كتزيد تطحن صافي. وغادي نحك هنايا شويه ديال الكوزه، وفي نفس الوقت كنسهلوا لنا الخدمه. غادي نخلي غير الماء زهر والماء غادي نضيفهم حتى نبسبسوا هاد الدقيق في هاد المكونات اللي كبينا عليهم. هيدا البنات كنسهلوا علينا ملي كنخدموا في الخليط، كتجي صدقوني كتجي سهله الخدمه بحال هيدا، كتجي سهله. جربوا هاد الطريقه اللي قلت لكم. صافي هنا كندخلوا مزيان داك الدهون وداك المنسمات في الدقيق ديالنا شي 4 ساعات البنات وانا كنخدم فيهم. غادي نغطيهم ونوضعهم واحد الساعه. ما كان بغيتو تبيتوهم البنات ليله كامله بيتوهم هيدا ماشي مشكل. هنا غادي نجيب الصفايه وغادي نصفي المزهر. وهنا البنات نسيت ما ذكرتش معكم الخل، غادي نضيفوا نصف كاس د الخل، داك الكاس اللي وزننا به 125 ملي د الزيت والزبده ود الماء، غادي نوضعوا النص ديالو د الخل. صافي هنا البنات نتوما شوفوا معايا ديك الخليط ملي كنخدموه في داك المكونات اللي شاطونا في ديك الطاس كيرجع اللون ديالو في البيض. هذاك ماشي الحليب البنات، هذاك داك الخليط الماء رجع اللون ديالو. هيداك الشباكيه ديالنا البنات ما كتكونش خفيفه، كتكون العجينات شباكيه قاصحه. هنا كنبداو نضيفوا الخليط الماء تدريجيا، تخليه كاس فونس. هو هذا الخليط اللي كنهضر لكم عليه، شوفوا كيجي اللون ديالو مفتوح بيض. تخلي ديك 2 الكيسان الماء اللي عملت ضفت عليهم كاس فونس د الماء اخر.
صافي حصلت على هاد القوام الشباكيه. هنا غادي ندوزو البنات ديريكت نقطعوا الشباكيه ديالنا على شكل طويله، وغادي نورقوها هيدا بالمدلك. غادي ناخذوا هاد الشكل الملوي معروف، هيدا كنخدموا شباكيه باش كتجي مجعبه ومورقه. بعد ملي غادي نخدموا البنات على شكل ملوي غادي نخليوهم ما غادي نخليوهم يرتاحوا. غادي نرجع عندك الاولي اللي خدمته وغادي نطلقوا بهذا الشكل هذا. غادي نطلقوا هذا بالمدلك وغنقطعوا على 4 القطع وغادي نوضعوه في بلاستيك غذائي وغادي نخليه هذا يرتاح 1 ساعه للمكانه. عاد غادي نرجع نطلقها. هيدا البنات كنسهلوا علينا الخدمه، وديك الاشرطه البنات اللي كدعملوا رقاقين كيجيو لكم هيدا ساهلين، ما كيجيش الشريط كبير وواسع، يعني كيجيكم ساهل الا كنتو غتخدموا في المدلك ولا في الوراقه. بالنسبه للبنات اللي ما عندهمش الوراقه ممكن انكم تخدموا شباكيه بلا وراقه غير بالمدلك. انا نور لكم السمك ديال العجين. المهم هنا كيف ما قلت لكم الشباكيه ديالي عفوا العجينه ديالي ارتحات، يعني باش ملي كنجيو نورقوها كتجينا سهله. 1 جوج ساعات هي كترتاح. ممكن انكم تبيتوها ليله كامله، ما كاينش شي مشكل الا كان عندكم الوقت بيتوها ليله كامله حتى الصباح ونوضوا تورقوا الشباكيه ديالكم. انا كنخدم بعد ساعه هيداك كتكون بحال دابا في الميتان. غادي نعمل هاد العجنه هادي البنات غادي نخدمها اليوم بالنهار، وفي العشيه ملي لا غدا ملي في العشيه ملي غادي نكمل كنعجن عجنه اخرى وكنخليها نغدا باش غدا ملي كنقلي الشباكيه ديالي كنكون اخر رتحت صافي وكنبدا نشكل فيها. هنا البنات بعد ما كنورق العجينه ديالي كنجيب هاد الالات هادي. هاد الماكينه ديال البنات ساهله شريوها، الثمن ديالها كتعمل غير 15 درهم. سهله كتسهل علينا الخدمه. كتجيب القطع الشباكيه قد بعطيتهم صافي. داك العجين البنات المتبقي كنجمعوه في البلاستيك. من بعد يعني كنخليوه حتى يرتاح وكنورقوه حتى هو وكنرجعو نخدمو فيه نخدمو به في الاخر، يعني حتى شي حاجه ما كتضيع، كلشي كتخدم حتى الاخر فرتوته. هنا كنجيبوا البنات داك الجراره هذه تهرست لي. كنوري لكم جراره الا بديت نخدم لي كوموند. هذه اول كوموند البنات عندي بديت كنخدم هو تهرس. كانت عندي هذه مخبعه صغيره جبت هذه بانيت بها البيض من نخرج نشري واحده اخرى. صافي هنا البنات داك العجين الا شفناها ما تقطعتش مزيان بداك الماكينه ماشي مشكل. المهم حنا كناخذوا بها القياس. كنجيبوا الجراره كنقطعوا كنساعدوا راسنا بها كنخدموا يعني بكل ارتياح. هادشي البنات اللي كنشرحوا كامل كنشرحوا البنات المبتدئات. راه تبارك الله كاين معلومات شباكيه موجودين، الله يسهل على كل واحد، الله يعاون كل واحد. هادشي البنات المبتدئات اللي باغيين يوجدوا شباكيه حتى هما يفرحوا راسهم يفرحوا ناسهم الازواج ديالهم. يعني انا جبت لكم اسهل تشبيكه، انا غادي نوريها لكم كيف ما يمكن لكم يعني تعتمدوها عندكم. كتجي سهله ومهم سريعه وسهله. انا غادي نقول لكم كيفاش غادي تشبكوا. كاينين بزاف البنات التشبيكات كنخدموا بهم، ولكن انا قلت نشارك معكم هذه سهله مهله. يعني انا كنخدمها بكل ارتياحيه وبسرعه. غير انا هنايا كنتقل الفيديو صافي باش يوصل لكم الشرح. صافي هنا كناخذوا داك المربع بعد ما رشمناه قطعناه كنجيبوه. عندنا هنا البنات عندنا 5 الاشرطه، يعني غادي نوضعوا 2 الاشرطه 2 على 2. هانتوما شوفوا كيبقى واحد، داك الواحد كنجروه الجهه ديالنا ديك الجوجه الطرفيين اللي ما كنخليوهاش فوق هذا. كنضغطوا مزيان عاود كنزيدوا نضغطوا على ديك العجينه كيبقاو لنا 2 التقابي. ها هما 2 الخويسمات كتشوفوهم وحده على اليمين وحده على اليسار. كنحشيو الصبع ديالنا فيهم وكنقلبوا شباكيه على فوق لتحت صافي وكنضغطوا على الجوانب صافي. كيجي هذا الشكل ديالها كيجي البنات الشكل ديالها رائع مزيون بزاف. ويعني خصوصا الا كانت العجينه ديالكم مخدومه مزيان. داكشي انا كنقول لكم الشباكيه ما تخدموهاش خفيفه. اولا غادي عندكم في الخدمه، ثانيا ما غاديش الشباكيه ديالكم عفوا هشيشه ومجعبه. هانتوما شوفوا نعاودت معكم اخرى الفيديو كيشرح راسو بيدو. وضعت 2 الاشرطه فوق اخرين كيبقاو لنا 2 الفراغات كما كتشوفوا. كنحشيو الصبع ديالنا في واحد الجهه في واحد الجهه كنجروا واحد شويه هيدا وكننزلوها وكنضغطوا الجناب الشباكيه وكيكون هذا هو الشكل ديالها. بالنسبه للبنات الشباكيه ملي تشبكوا الشباكيه ديالكم هيدا كامله وتساليوها يستحسن انكم تخليوها تنشف على الاقل 1 3 ساعات. انا المهم كنخدم بالنهار. في الليل كنوضع الشباكيه ديالي في السواني كنغطيها بشي لحاف اولا بشي ليزار طبعا يكون خفيف وكنخليها كتبات حتى للصباح. صافي في الصباح مورا الفجر كما كنوض كنبدا نقلي فيها عاود باش كنخدم وحده اخرى. هنا البنات غادي نشارك معكم الماكينه ديالي لان الماكينات كيختلفوا باش تعرفوني على ما كنهضر اللي عندها الماكينه بحال هذه. انا ملي كنورقها البنات في المدلك كندوزها في رقم 3 من بعد كندوزها في رقم 5.
هانتوما شوفوا ما بين 5 و6 كنحصل على ديك السمك اللي شفتوا معايا. صافي هنا البنات غادي نشارك معكم حتى العسل، يعني غادي نهضر لكم عليها وصافي. هذه العسل انا هنايا غنجرب فيديو راه تبارك الله ثقيله. العسل الشباكيه البنات كتبغي تكون ثقيله. صافي انا هنا البنات نسبتها غير بالبسيبيسه والقرفه والليمون، ما عملت لا شي منسمات اخرين باش نقدر نعسل بها معسلات كاملين، يعني الخدمه فاش ما بغيت. بالنسبه للبنات القياس هذا العسل 2 كيلو السكر كنعملوا له 2 دوريدات البسيبيسه و2 العود القرفه وواحد الليمونه. صافي بالنسبه للمده الطياب ديالها الا شديتو عليها في الطنجره د الضغط كدي 45 دقيقه. عندنا 2 كيلو السكر كنعملوا له يطرو د الماء، يعني هذه هي القاعده كتقول 2 كيلو السكر كنعملوا له يطرو الماء. اي نوع السكر خدمتو به. ندوزو البنات للمرحله ديال القل. هنا كنجيب واحد الاناء يكون غارق يكون فيه الزيت، واحد الاناء يكون حتى يكون نص من الزيت، زيت المائده. كنوضعوه على نار حتى كيسخن مزيان مزيان. من بعد كنقصوا درجه الحراره متوسطه واقل من متوسطه، وكنوضعوا الشباكيه ديالنا كنخليوها حتى تشبر في راسها. وكنجيب واحد الكردون، انا دائما كنخدم البنات بالكردون كيسهل عليا. كنبدا ندور فيها هيدا باش كتاخذ واحد اللون موحد وكتجي محمره كامله. وفي نفس الوقت البنات الشباكيه ديالنا الا نقصنا عليها كتحمرنا من برا ومن الداخل، ما كتجيش معجنه من الداخل، كتجي هشيشه وكتجعب. وباش ملي كنوضعوها في العسل البنات كتشرب لنا العسل. صافي انا هنا غادي نستمر بهذه الطريقه. كنقضي كميه الشباكيه اللي عندي كامله. انا غادي نوري لكم الشكل ديالها، يعني غادي نوري لكم اللون الشباكيه كيفاش خصو يكون في هذا الفيديو اللي هو ثقيل. هو هذا شوفوا هنا هذه اخر قليه البنات عندي. شوفوا هذا هو اللون الشباكيه المطلوب. كتجي هيدا اللون ديالها مذهبي، متحمراش بزاف لان ملي كنوضعوها في العسل البنات كتزيد اللون ديالها تغلق. صافي كانت هذه اخر قليه عندي. هذا هو الشكل الشباكيه ديالي البنات من بعد ما قليتها تبارك الله. داك 2 كيلو الطحين كطيح 5 كيلو شباكيه. شوفوا البنات تبارك الله شباكيه كتجي مشعبه وكتجي هشيشه وكتجي فيها واحد النسمه غزاله 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 ما شهيتكم فيها. انا شوفوا البنات انا عجنت العجينه ديالي، انا كنقلي عجنت العجينه اخرى هذه غنخليها نورقها ونخليها ترتاح حتى ساعه عاود نطلقها ونلبسها وفي الصباح نقضيها. المهم البنات هذا هو الشكل الشباكيه ديالي. انا وضعتها هنا معكم في طبق التقديم باش تبان لكم. وهذا كومود الناس انا كنجمعو في البواطه، ولكن كنبغي نشارك مع الحباب ديالي هدايا شباكيه. شوفوا البنات كيفاش كتجي ماويه وكتجي غزاله. انا رششت عليها غير شويه د الزنجلان. نتوما كيمكن لكم تذوقوها بلوز الفيلي او لوز كونكاسي، كيبقى لكم الاختيار الزواق كتذوقوا باش ما بغيتو. بالنسبه للبنات الكميه كيمكن لكم نقصوا المقادير غير نص كيلو د الدقيق كيعطيكم كيلو ونص شباكيه. كيلو د الدقيق كيعطيكم تقريبا 3 كيلو شباكيه. بالنسبه للبنات ثمن البيع د اللوز كنخرجها 80 درهم، بالزجلان 60 درهم. ان شاء الله البنات الا ما كانش عندي الضغط في الخدمه دابا نشارك معكم معسلات اخرين في القناه. المهم البنات انا كنتمنى انكم ما تبخلوش عليا كيف ما انا ما كنبخلش عليكم. كنعطيكم الاسرار دائما باش كنخدم والكميه والثمن البيع اللي بغات تاخذوه كمشروع. نتمنى انكم تدعموا قناتي لان كنشوف فيها المشاهده ضعيفه، مع العلم اني كننزل يعني محتوى مزيون وكنحاول اني زعما نوصل لكم كل المعلومات باش تستافدوا. وما تنسونيش بصالح الدعوات ديالكم. وكنقول لكم مرة ثانية الله يدخل عليكم رمضان بالتوبة والمغفرة والصحة والعافية وخليكم كل عزيز عليكم. ونخليكم استودعكم الله ونتلاقى في الفيديو المقبل إن شاء الله. ومع السلامة.